تعالى بقى صديقي نشرح وضع الايجنت اللي نزل جديد جوه موقع جروك. طبعا هو موجود جوه الموقع ولكن لسه مش موجود جوه التطبيق، تمام. وموجود جوه الخطة اللي هي السوبر جروك، نزل للناس اللي هي السوبر جروك والخطط الاعلى، ولسه برضو بينزل بشكل تدريجي، منزلش عند كل الناس لكن بينزل بشكل تدريجي، تمام. فهنا انا كنت عامل الجيم ده اللي هو جولا اي اي، الجيم الرائع جدا اللي الناس اللي مشتركين في كورس صناعة افلام الكرتون بالذكاء الاصطناعي عارفينه وعارفين قدراته الرهيبة جدا اللي تقدر تطلع افلام كرتون عالمية حرفيا وتنافس الشركات العالمية، تمام. فقلت ان انا دلوقتي محتاج منك مشاهد كاملة لقصة كرتونية بحيث ان هو يديني المشاهد كاملة، لكن هو للأسف ما ادانيش المشاهد كاملة، لان هو دلوقتي طبعا جولا اي اي ده عبارة عن مخرج ومنتج وكل حاجة في نفس الوقت، تمام. هو دلوقتي بيديني برومت الصورة اول حاجة، وبعد كده بيديني برومت التحريك وبيكتب لي الحوار باللهجة المصرية جوه البرومت، وتاني حاجة بيديني قالب جاهز فيه الصورة والفيديو في نفس الوقت بحيث ان انا انتج بيه على طول. فطبعا ما ادانيش كل المشاهد لان انا مديله تعليمات صارمة ان هو يديني مشهد بمشهد، لاننا كنا شغالين بالطريقة ديت قبل ما ينزل وضع الايجنت ده، تمام. فمش مفيش مشكله خالص. رحت بقى على شات جي بي تي، قلت له يا عم شات جي بي تي اديني القصه كامله بحيث ان انا اديها للايجنت ده علشان يبدا يعمل لي القصه، تمام. وشغلت وضع البرو عشان طبعا تكون النتائج احترافيه جدا، تمام. فهننتظر دلوقتي لما يديني البرومت. طبعا اداني البرومت دلوقتي، فطبعا هاخد البرومت زي ما هو كده. طبعا انا ما عملتش حاجه حرفيا، كل اللي انا عملته ان انا كتبت له كلمتين بس، محتاج قصه كرتونيه، فهو اداني البرومت، تمام. بعد كده بقى هروح على جروك، تمام، علشان نبدا نجرب وضع الايجنت دلوقتي مع بعض ونشوف مميزاته ونجربه مع بعض. طبعا يا صديقي الايجنت الجديد ده موجود جوه الموقع ولسه مش موجود جوه التطبيق، فانت هتحتاج تفتح الموقع علشان تقدر تستخدمه، تمام. وكمان لسه مش نزل عند كل الناس لان هو لسه بيتا، فمنزلش عند كل الناس، فقريبا جدا هيكون نزل عند كل الناس يعني، تمام. فنفتح الموقع كده مع بعض وننتظر لما الموقع يفتح علشان نشوف هنستخدمه ازاي او هنتعامل معاه ازاي. طبعا اول ما يفتح معاك بالشكل ده كده هتلاقي تحت خالص كده حاجة اسمها ايجنت ومكتوب جنبها بيتا بين قوسين كده، هتضغط عليها علشان يبدأ يفتح معاك وضع الايجنت ده. اول ما يفتح معاك هيفتح معاك بالشكل ده كده زي ما انت شايف، وهبدأ على طول انا هنا اديته البرومت على طول اللي احنا جبناه من شات جي بي تي، فرميته على طول جوه المحادثة، وحرفيا دلوقتي هو هيعمل كل حاجة من الالف للياء، تمام. طيب هو مهمته ايه او هيوفر عليا في ايه؟ تخيل انت الاول كنت بتروح على جروك تعمل صورة بصورة، تمام. وبعد كده بعد ما تعمل الصورة تروح تحركها، تعمل المشهد بتاعها تحركها، تمام. وبعد كده تروح تعمل الصورة بتاعت المشهد رقم 2، وبعد كده محتاج ان انت تحرك الصورة، تمام. وهكذا وهكذا بقى، تلاقي نفسك دخلت في قصة مثلا عايز تعمل فيديو دقيقتين، دخلت في قصة 6 ساعات 7 ساعات علشان بس تعمل فيديو دقيقتين. طيب الايجنت ده بقى بيعمل ايه؟ ده بيعمل لك كل الصور دفعة واحدة. انت متخيل كمية الوقت اللي انت هتوفرها؟ وليكن مثلا انت عايز تعمل 200 صورة، تطلب منه انه يعمل لك الصور دي، هيعمل لك الصور كلها كأنها صورة واحدة، تمام. فالميزة كلها طبعا في توفير الوقت، وطبعا اغلى حاجة في حياة الانسان هي الوقت ده اغلى حاجة في حياة اي انسان. فطبعا ان ايجنت زي ده كده يوفر وقت كبير جدا، تخيل كمية الانتاجية اللي هتطلع بعد كده، تمام. فانا دلوقتي لما اديت البرومت فطلبت منه بقى ان هو يعمل القصة، هيبدأ دلوقتي ان هو يسألني شوية اسئلة علشان يقول لي مثلا خلاص انا استوعبت القصة واستوعبت المشاهد وكل حاجة، فانت محتاج ايه دلوقتي؟ فهبدأ اقول له محتاجك تعمل لي الصور بتاعت جميع المشاهد دفعة واحدة. دلوقتي خلينا نكبر كده الشاشة شوية. بيقول لي هل تريد مني توليد الصور دلوقتي ولا انت محتاج ايه بالظبط؟ فانا بقول له ايوه، ابدأ دلوقتي ولد الصور كلها دفعة واحدة بتاعت كل المشاهد، تمام. فهبدأ اديله الجملة دي، وحرفيا انا دلوقتي سايب كل حاجة ومش هعمل اي حاجة خالص، وهنشوف دلوقتي هو هيبدأ يعمل ايه. دلوقتي هو بدأ يفكر وبدأ يستوعب الامر وهيبدأ ينفذ على طول. حرفيا انا مش بعمل اي حاجة ولا بضغط على اي حاجة، هو بيعمل كل حاجة بنفسه.
وزي ما انت شايف قدامك كده يا صديقي الصور بدأت تظهر قدامنا على اللوحة اللي قدامنا دي. طبعا تقدر تعدل وتقدر تعمل كل حاجة في اي صورة، وليكن مثلا في صورة مش عاجباك تقدر تحددها. اول ما تضغط على الصورة كده هتظهر معاك في المحادثة، تقول له مثلا غير حاجة معينة في الصورة او عدل حاجة، او حتى حرك الصورة دي واعملها فيديو. زي ما انت شايف كده دلوقتي عمل لي زي ما انت شايف 8 صور للقصة بالكامل. تخيل بقى ال8 صور دول كلهم انت كنت ممكن تعمل صورة بصورة فتاخد وقت كبير جدا، وهو عمل لك الصور كلها دفعة واحدة. والفكرة هنا بقى تكون في البرومبت الاحترافي او في السيستم برومبت اللي انت هتديه للايجنت ده علشان يبدأ يعمل لك الصور كلها وتطلع مظبوطة من اول مرة. تمام، فخلاص كده دلوقتي هو عمل الصور تمام، فهقول له ابدأ حرك كل الصور دي اعملها فيديوهات. تمام، خلاص هقول له دلوقتي اعمل كل الصور دي فيديوهات دفعة واحدة، فهيبدأ على طول ان هو يحرك كل الصور دي ويبدأ ينتج الفيديوهات كلها دفعة واحدة. تخيل الوقت اللي هينتج فيه 8 فيديوهات هيكون نفس الوقت اللي هيكون فيه يعني كأنه عمل فيديو واحد فقط. تمام، تخيل مثلا هتعمل 100 فيديو يا عم، هتعمل 100 فيديو، نفس ال 100 فيديو دول هياخدوا وقت كأنك عملت فيديو واحد. تمام، يا رب الفكرة تكون وضحت. ودلوقتي زي ما انت شايف قدامك على الشاشة بدأت تظهر الفيديوهات، وبدأ يولد كل الفيديوهات بتاعت كل المشاهد بالترتيب زي ما انت شايف كده. تمام، هننتظر لحد ما يخلص ونشوف النتيجة مع بعض. دلوقتي بقى يا صديقي زي ما انت شايف كده بدأت المشاهد تظهر معايا. طبعا كل مشهد بيكون 6 ثواني، تقدر تخليه 10 ثواني من الاعدادات، كل واحد على حسب اعداداته وعلى حسب الاعدادات اللي هو عاملها جوه التطبيق نفسه هيظهر معاه الفيديو هنا. تمام، فانا عشان عامله 6 ثواني وبالمقاس العرضي فظهر معايا هنا 6 ثواني وبالمقاس العرضي نفس الاعدادات اللي انا عاملها بالظبط. تمام، فبدأ يعمل كل الفيديوهات. ولو في اي فيديو محتاج اي تعديل كل اللي انا محتاج اعمله بس اضغط على الفيديو كده هيظهر معايا في المحادثة. لو لاحظت دلوقتي اي فيديو انا بحدده بيظهر معايا في المحادثة، واقدر اكتب في المحادثة اقول له عدل الفيديو ده، غير حاجة معينة، اعد انتاج الفيديو مرة تانية لان في مشكلة. الكلام ده كله اقدر اعمله، وكمان اقدر احمل كل الفيديوهات دي وبعد كده في المونتاج بقى اقدر اجمعها كلها مع بعضها. في حاجة بس واحدة بس انا لاحظتها، ان قلت له قاعد انتاج الفيديوهات كلها باللهجة المصرية، لان عمل الفيديوهات كلها باللغة الانجليزية. تمام، ما عملش برضو الفيديوهات مرة تانية باللهجة المصرية. اعتقد دي لان الاداة لسه بيتا، فاعتقد مع التحديثات يعني ان شاء الله هيبدأ يحل المشكلة دي. وطبعا يا صديقي ده بس شرح مبدئي عن الأداة الرهيبة دي. إن شاء الله هعمل أكتر من فيديو شرح للأداة دي بإذن الله. تمام، فما تنساش انت تتابعني علشان تشوف كل جديد في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في الفيديو والصورة والصوت والبرمجة. كان معكم أحمد يحيى، وما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو وتعمل متابعة ليا علشان تشوف كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.